السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة أخبار مصر. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن استثمار الذهب. ناس كتير بتسأل لو معاها فلوس تستثمرها في ايه أو تشيلها على هيئة ايه. في ناس بتختار الذهب، في ناس بتختار عقارات، في ناس بتختار حاجات تانية هنتكلم عليها بالتفصيل. لكن في البداية أو أول مشروع هنتكلم عليه هو استثمار الذهب. استثمار الذهب بيعد من الوسائل التقليدية والشائعة للحفاظ على قيمة المال وتحقيق عوائد على المدى الطويل. يعتبر الذهب مغنى للقيمة وملاذا آمنا في أوقات الأزمات الاقتصادية والسياسية. لو كنت بتفكر في استثمار في الذهب هقولك دلوقتي المميزات والعيوب. أول حاجة من طرق استثمار الذهب شراء الذهب المادي، اللي هو السبائك والعملات الذهبية. من مميزاتها انها مناسبة للاستثمار طويل الأجل وغالبا ما تكون أكثر نقاء. المجوهرات الذهبية ليست مثالية للاستثمار لأنها تشمل تكلفة المصنعين. بالنسبة للمزايا انه ملموس وسهل التخزين ويمكنك بيعه مباشرة عند الحاجة. لكن العيوب بيحتاج لتخزين آمن، وقد تكون هناك خسائر بسبب التكاليف الإضافية زي الضرائب والمصنعين. تاني حاجة غير المجوهرات الذهبية الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة. بتمثل صناديق الذهب المتداولة حلا مناسبا للاستثمار دون الحاجة لامتلاك الذهب فعليا. المزايا سهل التداول في البورصة ولا توجد مشاكل تتعلق بالتخزين. لكن العيوب انه مرتبط برسوم إدارية. ثالث حاجة عندنا اللي هي عقود الذهب الآجلة، بتستخدم لتحديد سعر شراء أو بيع الذهب في المستقبل. المزايا إمكانية تحقيق أرباح كبيرة، لكن العيوب عالية المخاطرة وغير مناسبة للمستثمرين المبتدئين. شراء أسهم شركات تعدين الذهب، دي برضو من صور استثمار الذهب. الاستثمار في الشركات التي تعمل في استخراج الذهب. المزايا تحقق أرباحا إضافية من نمو الشركات، لكن العيوب بيعتمد الربح على أداء الشركة وليس الذهب نفسه. الحسابات الاستثمارية المربوطة بالذهب تقدم بعض البنوك خدمات حسابات الذهب التي تسمح بشراء الذهب كأصل رقمي. المزايا مرونة وسهولة في الإدارة. العيوب تعتمد على الأمان البنكي. هنتكلم دلوقتي عن مزايا استثمار الذهب. أول حاجة زي ما قلنا إنه ملاذ آمن بيحتفظ بقيمته في أوقات التضخم والانكماش. سيولة عالية يمكن بيعه بسرعة في معظم الأسواق. تنويع المحفظة يقلل من المخاطر في محفظة الاستثمار. لكن بالنسبة لعيوب استثمار الذهب يعني ان هو ملوش دخل ثابت زي الفوائد والارباح والتقلبات السعرية. طبعا السعر الذهب بيتغير بتغيرات السوق العالمية. هقدم لكم دلوقتي شوية نصائح للاستثمار في الذهب. اول حاجة لازم تحدد هدفك الاستثماري، كان هو حماية الثروة او تحقيق الارباح. نبدأ بنسبة صغيرة من محفظتك الاستثمارية 5 أو 10%. نتابع الأسواق العالمية لمعرفة أفضل الأوقات للشراء أو البيع. تختار الطريقة التي تناسب احتياجاتك ومستوى خبرتك. وده كان موضوعنا النهاردة عن استثمار الذهب، وإن شاء الله هنعمل عن مشروعات تانية إن شاء الله هتفيدكم. ويا ريت لو استفدتم ولو جزء بسيط من الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وحصري بنقدمه من